تسعى جامعة التكوين المتواصل لتكريس أنماط التكوين الحديث مواكبة لمتطلبات التنمية من خلال استحداث أرضيات تكنولوجية تشمل مقررات إلكترونية ومجموعة من أدوات الاتصال والتواصل التزامنية واللاتزامنية، يمكن من خلالها تحقيق عملية التكوين باستعمال مجموعة من البرمجيات لإدارة نشاطات التدريب. هذا وقامت جامعة التكوين المتواصل هذه السنة باستحداث منصات إلكترونية جديدة تعتمد على أحدث التكنولوجيات، تتضمن أرضية خاصة بالتكوين التكميلي والتحضيري لفائدة الأسلاك المشتركة. وللولوج إلى المنصة التكوينية يجب اتباع الخطوات التالية: كتابة عنوان الأرضية، ثم إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمتكون، فتظهر لنا واجهة الأرضية الخاصة بتكوين موظفي الأسلاك المشتركة. تحتوي هذه الواجهة على كلمة ترحيبية ومجموعة من الوثائق البيداغوجية المنظمة للعملية التكوينية كدليل المتكون الذي يمكن تحميله، ويتضمن توجيهات حول مسار العملية التكوينية. كما يمكن للمتكون تحميل وثيقة أساسية تتمثل في دليل تقني لاستغلال الأرضية، وتتضمن الأرضية قائمة خاصة بالرتب المسندة لكل متكون، والتي يمكن من خلالها تصفح محتويات المساق التكويني. عند التوجه لصفحة الدرس يمكن للمتكون الاطلاع على المقررات الدراسية التي تظهر في صفحة المحتويات. يتضمن الدرس بطاقة المخطط العام، والذي يتم تقسيمه إلى أجزاء أو مقاطع يعبر كل عنصر عن فكرة واحدة أو مجموعة أفكار مترابطة فيما بينها. يحتوي كل مقطع في نهايته أسئلة التقويم المرحلي من أجل اختبار وتقييم المتكونين لأنفسهم. كما يتم تدعيم الدرس بمجموعة من الدعائم السمعية البصرية مثل شرائط الفيديو لتقديم شروحات حول الدرس. أما بعد سنعرض عليكم مقياس الوظيفة العمومية، والذي يتضمن 6 محاور نعرضها عليكم كالتالي: المحور الأول مفهوم الوظيفة العامة، المحور الثاني الإطار المفاهيمي للموظف العام، المحور الثالث الالتحاق بالوظيفة العامة، المحور الرابع الوضعيات القانونية للموظف العام، المحور الخامس النظام التأديبي للموظف العام، والمحور السادس انتهاء العلاقة الوظيفية. تتوفر صفحة الدرس أيضا على نشاط من نوع منتدى يتم من خلاله طرح تساؤلات وانشغالات يجيب عليها مجموعة من الأساتذة والإخصائيين، ويتم تقييم مستوى التفاعل ضمن هذه المنتديات بصفة آلية من خلال برامج إدارة المعلومات. كما تتضمن صفحة الدرس على منتدى عام يتم من خلاله الإجابة على التساؤلات المتعلقة بالجانب الإداري والتقني للعملية التكوينية. بالنسبة لهذه السنة قامت جامعة التكوين المتواصل باستحداث نمط جديد من التكوينات، والتي تخص الأسلاك التابعة للإدارة الإقليمية، حيث تم تخصيص أرضية جديدة لإدارة هذا النمط من التكوين. تعتمد هذه الأرضية على مجموعة من المقررات والدروس النظرية والتطبيقية تخص مجالات مختلفة كالصفقات العمومية والمالية المحلية وتقنيات الميزانية للجماعات المحلية. من خصائص هذه الأرضية المستحدثة وجود مجموعة من الوسائط التفاعلية مثل الخرائط الذهنية ومقاطع سمعية وسمعية بصرية. القانون الدستوري هو فرع من فروع القانون العام الذي يهتم بدراسة الأنظمة السياسية ويحدد كيفية تنظيم السلطات العامة والعلاقة فيما بينهم، ويدرس الدولة كإطار محوري لهذه الممارسات مع دراسة وتبيان القواعد الأساسية التي تحكم الدول، لا سيما ما تعلق بالحقوق والواجبات وحتى الحريات، في شكل مقاطع فيديو، والتي يمكن من خلالها فهم محتوى المقررات الدراسية. لا يخفى على أحد الأهمية القصوى التي تكتسيها الوظيفة العمومية سواء في حياة الموظف أو في حياة المواطن. ودراستنا للوظيفة العمومية ستكون من منظور القانون أو الأمر 0603 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. سنتطرق في حصصنا المقبلة إن شاء الله بعد هذا المدخل إلى مواضيع
كانت تطرح علي عادة سواء أثناء التكوين أو أثناء التدريس في هذه المادة، أي مادة الوظيفة العمومية. ومن خلال هذه الأرضيات التكوينية تسعى جامعة التكوين المتواصل لانتهاج استراتيجية جديدة للتكوين المفتوح وعن بعد لسنة 2025، وذلك باستحداث نسق فائق المرونة بما يتناسب مع مستجدات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي القائم على عصرنة الإدارة العمومية، وإدخال معايير تتلائم وطبيعة التكوين بالاعتماد على وسائل حديثة للإعلام والاتصال.